السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة في كي واي فيلم يوتيوب بقى يا إبراهيم في فيلم زينب. يعني ما اللي سرق مكتبة مسبيرو مش شخص مثلا ولا بتاع اصطاد ممثل بعينه أو شخص بعينه، لا ده خد الدنيا كلها، خدها معاه. خد إيه؟ افلام بقى من اول رأي ابراهيم لغايه ام كلثوم وعزيزه امير لغايه عادل امام في فيلم بدون زواج افضل. تخيلوا يا جماعه، حافظ على الافلام دي كلها وكنزها، ودلوقتي طلعت للناس ازاي مش عارف. وايه طبعا، وخد عليها ايه ثروه جامده يعني. الفيلم اللي هنا فيلمنا الليله كان بقى يا ابراهيم بتحب يحيى شاهين، وهي عندها يعني هيجي لها مرض اللي هو السل بعد ما تتجوز واحد تاني غير يحيى شاهين. ابوها هيجوزها له. ف بعد كده بعد الجواز هتتعب، لانها هتحتاج مصاريف جامده كتير، مش هيقدر يصرف عليها. هيقوم ايه يحيى شاهين هو اللي هيصرف عليها وهو اللي هيكمل معاها وتوته توته خلصت حدوته. في الفيلم ده بقى تحس ان اللي هو ايه، اذا واذا وابدا وحسنا، اللي هو ايه البطء والملل بتاع السينما زمان، اللي هو كان تمثيل البطيء ده اللي هو حالا. ايوه يا فندم. كانت في ايه اسلوب كده في الكلام والحوار، يعني بتحس انهم بيمثلوا مش طبيعي، ما كانوش طبيعيين يعني. لكنه كان فيلم كبير طبعا يعني في عصرهم. ارجو ان ينال اعجابكم. آه، ودايما كان يعني يركب صوت الايه الجامع والصلاه وايه ويحيى شاهين ورائي ابراهيم مع بعض، ويجيبها بقى وهي بتتجوز. هتتجوز واحد تاني غير يحيى شاهين بقى، يحيى شاهين بقى بيتعذب بقى وتعبان وزعلان وقرفان وكلام من ده. وهتشوف جوزها اهو، دخل معاها اتجوزها اهوت. هتيجي بعد كده هتصاب ويجي لها مرض السل، ويقول لك بقى إيه، لازم تحط في مكان ايه، وهتحتاج علاج ب 200 300 جنيه. 200 300 جنيه دول زمان يعني بما يعادل 10000 جنيه دلوقتي مثلا يعني. وطبعا فريد شوقي كان قايم بدور تبع ايه اخو العريس، وهيشد مع يحيى شاهين شويه، وفي الاخر خالص هياخد يحيى شاهين وهيوديها المستشفى. والى اللقاء بقى، وتقول لك ايه ويسيبها وهي وضوامه بقى، هتخف مش هتخف، وانت كمشاهد بقى ايه تقفل النهايه براحتك. فيلم كويس، مش وحش من افلام زمان. بس كان التمثيل ده زمان ايه طبعا بطريقه واقفه شويه كده في التمثيلات. التمثيل الواقف الناشف ده اللي حاسس فعلا ان هو تمثيل احنا بنمثل. اذا حقا نعم سيدي الوالي كده يعني. آه، وارجو ان ينال اعجابكم. وادي بس احنا عاملين نديكم الافلام عشان ترى ايه تحسوا بمدى المشكله او المعاناه اللي احنا بنعانيها في ان الافلام دي ظهرت ازاي واستخبت فين ومين اللي سرقها. منه لله بقى اللي عمل الكلام ده وبوظ دماغ الناس، وجانا من وراها ثروه يعني انا متاكد مليارات، والله العظيم مليارات. افلام اسماعيل على محمود المليجي على فريد شوقي على يعني. فعلا بجد والله العظيم ثلاثة حرام، فعلا حرام 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 يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم أعزائي المشاهدين.